السلام عليكم. في تصريحات خطيرة في البرلمان المغربي، فوزي لقجع يلصق كل التهم بالجزائر على أنها وراء محاولة إفشال كأس إفريقيا وكأس العالم في المروك. مدوا اليد إلى الأشقاء الجزائريين. كأس إفريقيا راه كنتوا عارفين شكون اللي كان المنافس تاعنا في التنظيم، ومنذ ذلك الحين وهو تيحاول جاهدا أنه يبين أننا ما قادرينش، وبدات بالمؤامره الحقيقيه نتاع الكلاب الضاله وما نعرفت وعدم جاهزيه الملاعب، وكل نهار كيجبدوا شي تصاور. حتى ملي دشنا الملعب نتاع مولاي عبد الله قال لك اودي سي دي فوتوشوب، حتى وصلنا ودي غادي نقاطعوا واحد اللاعبين، وهذوك اللاعبين راه ولادنا. حنا الفريق الوطني اللي تكلمتي عليه راه واحد من ايت بوكماز وواحد من الخميسات. علاش نقاطعوا هاد الدراري؟ اش دار لنا حكيمي باش نقاطعوه؟ لك حكيمي ولد القصر الكبير. وأتذكر كجميع المغاربة الآلام والحزن العميق الذي شعرنا به لما تقرر في زوريخ منح كأس العالم لجنوب أفريقيا ضدا على مشروعية الملف المغربي. وكأس العالم هي في حد ذاتها واحد الورقة عمل، واحد الخريطة نتاع العمل اللي يتشابك فيها كل المظاهر نتاع التنمية المرتبطة بالبلاد. باش غادي نمولوا هذا البناء الملاعب تاع 2030 اللي تقريبا 23 مليار، وغادي نبقاو نخلصوهم على 20 عام. مرحبا من جديد. إذن لقجع على طريقة ملكه محسادس يقول بأنه يمد اليد إلى الأشقاء الجزائريين. فهل الذي يمد اليد إلى أشقائه يحاول منع المنتخب والأندية الجزائرية من الفوز بأي بطولة عن طريق الكواليس وعن طريق التحكيم، عن طريق اللوبي المغربي في الكاف؟ كذلك الذي يمد يده إلى الجزائريين هل يمنعهم من زيارة المروك؟ لأننا رأينا بعد طرح التذاكر في الموقع الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر لا توجد إلا تذاكر المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي شيء معقول لأنه في بلاده، ولكن الجزائريين لا توجد لديهم أي تذاكر لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية. من اشترى من تذاكر الجزائر؟ هل يحاول لقجع وحكومته والمخزن أن يمنعوا الجزائريين من الحضور؟ كذلك هناك أمر آخر، يقول أن الجزائر كانت تنافسهم في كأس إفريقيا وحاولت عرقلتهم. الجزائر كانت تنافس بشرف، الجزائر ملاعبها جاهزة. جاء المكتب الألماني الذي مقره في الرباط، يعني فتش كل شيء في الجزائر. في المقابل المروك مجرد تصاميم، ولكن اللوبي المغربي ولوبي الكيان الذي يسيطر في إفريقيا فعل ما فعل وفازت المروك، ولكن الحمد لله الجزائر انسحبت. كذلك يقول أن الجزائر اتهمتهم اتهامات باطلة، منها الكلاب الضالة. أولا مصطلح الكلاب الضالة تكلمت عنه الدول الأوروبية، هي التي قالت بأنها مروك لا تحمي حقوق الحيوان. الجزائر لم تتكلم في هذا الأمر مطلقا. كذلك الجزائر تقول أن عدم جاهزية ملاعب المروك، وهذا حقيقي لأنها كانت مجرد تصاميم، ولحد الآن 3 ملاعب غير جاهزة وبعضها مجرد بريكول مثل مركب المحمد الخامس في الدار البيضاء. أيضا يقول أن هناك مطالبات لمقاطعة الملاعب ومقاطعة كأس إفريقيا من الجزائر. لا، الذي طالب بمقاطعة كأس إفريقيا هم أبناء بلدك، هم جيل زاد كما تسمونهم. هم يقولون ما بغيناش كأس العالم، ما بغيناش كأس إفريقيا، بغينا الصحة والتعليم. أنت يا لقجع تأخذ القروض من كل البنوك في إفريقيا، في أوروبا، في آسيا، في أمريكا من أجل بناء الملاعب، بينما لا توجد لا صحة ولا تعليم في بلادك. إذن عليك أن تتكلم مع أبناء جدتك. كذلك تقول أن كأس العالم هو استثمار بالنسبة للمروك، لأنه أخذ قروض بقيمة 23 مليار على أن يسددها في 20 سنة. أتعرف أن سبب إفلاس الكثير من الدول هو تنظيم التظاهرات الكبرى بواسطة أو باستعمال الديون؟ وخير مثال البرازيل منذ 2014 ما زالت تعاني، رغم أن ميزانية البرازيل أضعاف ميزانية المروك، ولكنها ما زالت تعاني من جراء كأس العالم. كذلك اليونان التي أعلنت الإفلاس وانهارت بسبب الديون، ومن بين الديون كانت في أولمبياد أثينا. إذا أردت أن تعتبر الجزائر شماعة وتحاول إلهاء شعبك عن ما يحصل داخل بلاده،
فالجزائر بريئة، والجزائر لا يهمها لا كأس إفريقيا ولا كأس العالم.